فهي دي بلوكيشن دي مالهاش دعوة. طبعا احنا صنعنا حاجة غلط في صناعنا دي، بس هي دي اللي بتصنع وسيلة التنقل. مالكش في معنى يا رب كل خير معاكم، وانا من قناة مهند 8 النهاردة يا شباب الحلقة العاشرة من سيرفر جورني كرافت. معلش بقى نعمله حاجة مختلفة زي ما شفت في عنوان الفيديو. النهارده هنعمله أول وسيلة تنقل في السيرفر. طبعا في الحلقة اللي فاتت يا شباب عملنا آلة الحفر الأوتوماتيك ومكملناش آخر حاجة اللي احنا وراها لكم تشتغل ازاي. تمام، فدلوقتي في الفيديو هنوريها لكم ازاي تشتغل. صح يا شباب، انا كنت قاطع في القناه تمام بقالي تقريبا 6 ايام او 7 ايام، بقالي اسبوع تقريبا. فالسبب هو سبب ان الدراسه بدات، فكنت سايب على القناه. فان شاء الله هبدا استمر في الايام الجايه. فبس كده، متنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وتعملوا لايك واشتراك في القناه. وصح يا شباب، سيرفر الديسكورد الرابط بتاعه اتجدد، هتلاقوه في وصف القناه. تمام، هتخش على قناتي في وصف القناة اللي احنا لا في القناة. عشان تخش على القناة هتلاقي حاجة اسمها وصف القناة، هتخش هتلاقي رابط الديسكورد أو هتلاقوه في الديسكريبشن، هتاخدوه نسخ. وبس كده يا شباب، يلا بينا نبدأ. طبعا في الحلقة اللي فاتت زي ما سبت الآلة، فهنشوف الآلة شحنت. طبعا أنا حطيتها من أول ما قطعت في القناة. قطعت كان 6 أيام تقريبا، اعذرونا يا شباب. فننزل نشوف الآلة شحنت ولا لأ. 42 اوكي، حلو حلو حلو. 42 هناخد الآلة وهنبدأ نجربوها فوق في المكان الحلو ليها. فهنبدأ صح كده. أول ما نبدأ نحط اليوتيوب تبدأ تحفر تحت، تبدأ تطلع موارد. فهطلع أجيب صندوق ولا خشبة أهو يا شباب. فبعد ما عملنا الصندوقين يا شباب هننزله للآلة تاني. تقريبا لو حطيت الصندوق جنبها تبدأ تحط موارد فيها تقريبا كده كده. تمام، ده تيوب. بعدين مين تبدأ تطلع الدرب، بس ليه مش بتحط الصندوق؟ اوكي، الطاقة بتخلص بسرعة كده يا شباب. دي الآلة دي شغالة، فحلوة دي المشكلة اللي هي بتاعت عايزين كابل تقريبا. تمام، فخلاص كده يا شباب وريتكم ازاي بتشتغل الآلة دي. تقدر تنزل اليوتيوب وتنزل تجيب الموارد. تمام، فممكن أطورها أكتر وأخلي مكانها كبير وتبدأ تخزن موارد. بس عايزة طاقة يا شباب، طاقة كبيرة جدا. في المستقبل إن شاء الله هنعمله طاقة يعني بتخلص إن شاء الله في المستقبل نبدأ نعملوها. فهي دي الآلة، خلاص خلصنا منها. فدلوقتي هنخش على الآلة التانية يا شباب. فعشان نصنعوا الآلة بتاعت وسيلة التنقل يا شباب، طبعا مش هحرق لكم اللي هي ايه وسيلة التنقل. فاهم، أنا خلف الكواليس كده. هي دي الآلة يا شباب. آلة عبارة عن تصنع من كوبر أنجت وكابل ستون عادي، أو معانا 9 كوبر يا شباب وكابل ستون عندنا. فصنعنا الآلة. تمام، طبعا شباب صح، تعرف التعديلات اللي عملناها في المصنع طبعا عملتها خلف الكواليس قبل ما أصور. تمام، بطلع أوريها. فهنا ببدأ أقسم المصنع. تمام، هنا قسمتها. هنا أول حاجة هنا آلات الفضاء. طبعا دي آلات الفضاء يا شباب، ولسه هضيف تاني آلات فوق. وهنا آلات من صنع مود التيشوبين. طبعا دي الآلات بنحتاجها في حاجات مثلا، يعني نعمله مثلا الكوبر بليت. تمام، ودي هنا آلات من صنع مود لسه مضيفتش حاجة بوش. لسه مضيفتش، هبدأ أضيف في خلف الكواليس. تمام، وهبدأ أقسم المصنع وأكمل. دلوقتي هنحط الآلة فين؟ المفروض كنا حطيناها في المصنع بس هوريها لكم برا. فهي دي الآلة يا شباب. تمام، أو محتاجة إيه تقريبا؟ محتاجة حاجة عشان كده حطيت الآلة بس مش شغالة تقريبا. محتاجة البلوك معاها تيجي اللي هي دي صنعناها. تمام، حطيناها جنبها. هي دي بلوك عشان دي ملهاش دعوة. طبعا احنا صنعنا حاجة غلط في صنعنا دي، بس هي دي اللي بتصنع وسيلة التنقل. طبعا وسيلة التنقل هي السيارة يا شباب زي ما انتوا شايفين. تمام، ف لازم دلوقتي هنبدأ يا شباب نصنع أول سيارة في السيرفر. فيلا بينا يا شباب. تمام، هنا في أوتو، دي أقل سيارة تقريبا. في حاجات تانية، الإنجن بنصنع الإنجن من هنا. أوكي، وهنا الويجل. أوكي، والإيزي تقريبا ستيل وستريت. مفيش هنا سبورت، مفيش. وهنا في حاجات تانية، ده مش فاكر اسمه ايه بس صنع برضه في المود ده. هنا في عربية عربية الشوبينج كارت.
فما علينا. فاحنا عايزين نصنعه. دي اللي شباب اللي بنحط عليها السيارة. فافتكرت الآلة دي يعني دي اللي بنحط عليها السيارة العربية. تمام. فبعد ما نيجي نصنعه نحطه هنا عشان نبدأ نحط الويل ونظبطه قدام في السيارة. فهي ماسكة معايا السيارة مش ماسكة العربية، فنتكلم باللغة العربية الفصحى شوية. السيارة يعني. فدلوقتي عشان نصنعوا أول السيارة دي طبعا هنبدأ في المصنع نصنعوا السيارات دي. فهنبدأ بالخفيف يعني. محتاجين ريد ستون و كابل ستون تمام متوفر عندنا، وجلد وخشب، أي خشب تقريبا. الراجل دخل معانا في السيرفر أي خشب اسمه ده نسيت اسمها شوية. البلوكة دي طبعا دي بتستعمل فرن تقريبا. بتستعمل فرن. فلو حطينا عندنا هنا كتير أهو في الصندوق. ماشي. طبعا ده عشان يصنع انا بجمعه عشان معايا سلك تاتش في القمر. بجمعه ببدا اعمل في المصنع. فدلوقتي لو حطينا ستون هيبدا يتحلل وهيطلع لنا ستون بريك تقريبا. اسمه ستون بريك. طبعا الراجل هناك اهو تقريبا اسمه ستون بريك ستون. لا سموز ستون. تمام. فعايزين تاني سموز ستون تيك واير. ماشي. نجيب الحاجات الاساسيه. تمام. اول حاجه عايزينها هي السلك. احنا معانا خشب ولا شو بقى. يبدأ أعمل في المستقبل مخزن اللي هو بقى الأوتوماتيك ده اللي هو بالريموت والحاجات دي. تمام. في مود اللي هو بتاع صور. يلا تمام. أطلعك بالتصوير. عارف آلة دي؟ شنو well what is this؟ إيه رأيك؟ شنو السيارة. هاي فارم. لا آلة سيارة نزل عندك. سيارة. أيوة سيارات. فأنا دلوقتي ببدأ أصنع سيارات. إيه انا رأيك؟ انا ابدا اصنع سيارة ولا تبيع انت السيارات؟ لا بصنع. يلا ساعدك. ماشي بسعيد. يلا عندك. جرب اول سيارة، ثاني أيوة سيارة. أول سيارة إحنا بنصنعوها. تمام. لا نجرب ثاني سيارة. كوبر، كله كوبر. متوفر عندك أيوة. كوبر أنت؟ اروح اجيب الجلد. عندي عندي. فدلوقتي الشباب دلوقتي دراجون هيبدأ يساعدنا في صنع السيارات. تمام. دلوقتي انت هتصنع تاني واحدة اللي هي الكوبر. ايه عندك كوبر؟ لا يلا بينا ننزلوا نجمعها. راح اصنع اول وحدة. أول واحدة بقول لك أسهل واحدة. ونبدأ في المستقبل نصنعوا التانية دي والتالتة والرابعة والخامسة ونصنع كله. دلوقتي معايا سموث ستون. كنت بعمل سموث ستون. يمكن راح اسوي الخامسة راح اسوي. عندي دايم وعندي اوبسيديان يمكن، وعندي ايرون. فهاي شنو هذا كابلستون؟ دي بسليت هي تصنع. فدلوقتي الشباب دراجون راح يعمل السيارة دي. هنعمله الأولى على قدنا. تمام. أوريها لكم. فاحنا دلوقتي جبنا معظم الحاجات. الستون عايزين جلد. عندنا ريد ستون وجلد. تمام. ده ريد ستون. عايزين جلد. عندنا جلد 16 جلداية. حلو. تمام. فايه عايزين ايه تاني؟ سموز ستون وستيك جبنا وكابل ستون واتنين خشب وايرونة. كده احنا عايزين 2 خشب والايرونة. تمام. ايرونة. نجيب ايرون زيادة معانا. 2 خشب كده مظبوط تقريبا كل حاجة تقريبا زودت. فدلوقتي شباب يلا نبدأ نصنع السيارة. فرقوها 2 خشب كابل ستون ريد ستون ده جلد سموث ستون وايرون. وعايزين خشبة تانية وكده بقى يا شباب. فهي دي السيارة تقريبا صنعناها. تمام. وبعد ما صنعنا السيارة تقريبا لازم نحطوها على الآلة دي. ماي جاد هي دي السيارة. شكلها جامد شباب. شكلها جامد الصراحة. فدلوقتي بعد ما حطيناها في الآلة دي على الآلة دي. تمام. فعايزين انجن. والانجن ايه ده؟ شايف حاجة تحت الأرض. ما علينا. مش عايزين محرك. عايزين الانجن في كور صنعوا الواحد احنا اللي هو بتاع الفرن هنا. فعايزين خشبتين غير محددين وكوبل ستون وفرن. ماشي. عندنا كابل ستون كتير. تمام. فاحنا عايزين قلنا صح الفرن الى دي. ماشي معايا. عايزين الفرن. اوكي. تمام. وخشبتين غير محددين طبعا نجمعوهم عشان فقراء. بعد ما جمعنا الخشبتين عايزين ايه تاني يا ترى؟ نسيت والله. انجن
عايزين خشب ماشي كده، خشبتين تمام، كوبر والفرن، وعايزين نحط الفرن والفحم والخشبتين قبل الستوف. تمام، طلعنا المحرك شوية، هناخد المحرك ده نحطه كده. تمام، اتحط معانا المحرك معرفش فين. فدلوقتي عشان العربية تمشي يا شباب عايزين آخر حاجة اللي هي الويل. هنصنع ويل محترمة مش أي كلام، اللي هي دي من ايرون ودي بستيك. تمام، ودي بستيك متوفر عندنا بكميات مش عارف نبدأ نعمله كيفنج. طبعا كنا خلف الكواليس أنا محمد تقريبا نزلنا عملنا كيفنج، والبستيك عندنا ما بيخلصش شكله. تمام، فايرون. تمام، عايزين أربع عجلات مظبوط، 4 نصنعها من اللي هي الأيرون اللي احنا لقيناها. تمام، 1 2 يعني 4 كده مش 4. تمام، وهنبدأ نحط العجلات كده 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 كده، وكده يا شباب كنا صنعنا السيارة. تمام، طبعا ايه العجلات، فدلوقتي هننزلها من اللي هي اللي نسيت اسمها دي يا شباب اللي تحت. فلو ركبناها وبدأنا نتحرك طبعا تبدأ تتحرك يا شباب، وهي دي السيارة يا شباب. طبعا دي تقريبا فيها تطويرات، ممكن نصنع حاجات أحلى من السيارات دي يا شباب. ما انتوا شايفين السيارة ممكن نتنقلوا بيها وبتطلع الجبل عادي. بص تطلع جبل مرتاح يا شباب، أو لو ما تقدرش تطلع ملكتين هي بلوك آخرها. تمام، فتقريبا بتتكسر متفهمش. فدلوقتي بص يا شباب، لو 3 بلوكتين تطلع بسهولة. تمام، وجبل اهو طلع بسهولة يا شباب، فدي هتفيدنا جدا. ماشي بقى، فكرة النت عندي معلق. فدي هتفيدنا جدا يا شباب في التنقل ما بين الحاجات. تقريبا هتفيدنا في التنقل، مثلا ناخدها معانا في كهف تقريبا نقدر نشيلوها. يا ريت نقدر نشيلوها. شباب نقدر نشيلوها يا شباب السيارة. ماشي، دي هتفيدنا جدا جدا. فننزلوا السيارة ونروح دراجو. اه ايه رأيك؟ تعالى شيل. مينفعش انت تركب معايا؟ تعالى كده، استنى. لا مينفعش تركب معايا. فالسيارة دي تقريبا واحد بس اللي يركب في السيارة يا شباب. فدي هتفيدنا في الكهف، لو نزلنا كهف عملنا كيفنج دي هتفيدنا. لا مش في الكهف برضه، هتفيدنا في التنقل يا شباب ما بين الحاجة. ممكن نروح نستكشف العالم بالسيارة، تطلع بلوكتين، تطلع الجبل بسهولة يا شباب. فهي دي السيارة. تمام، وطبعا في أنواع منها يا شباب، أشكال وألوان. في طبعا سيارات سبورت، طبعا دي صنع بيت صنع يعني بقى دلوقتي مش غالية أوي، فممكن نصنعها عادي. ففينا سيارة بيضة، طبعا دي سباق تقريبا، سباقات. وهنا في لعبة الجولف دي تقريبا، معرفش اسمها جولف. لك شو سوى هسه سويتها. سويتها. تعالى في الآلة دي، تعال الآلة دي. تمام، هتجيب الويل. ثواني، اعمل لك ويل، عملت لك 14. حط 4 عجلات في السيارة. تعال حط 4 عجلات. حط. وصناعة انجن، صناعة محرك. راح اسوي بيتعمل من كوبر وفرن و ايرون نجم وفحم. اقول لك راح اسوي الدايموند احنا دايما اخر. فرن اوبسيديان. عندك اوبسيديان؟ تمام، في المسابقة ده طبعا دراجون دخل في المحرك الدايموند على طول. ففي الحلقة الجاية نبدأ نصنعه. فعايزين نشوف دلوقتي سيارة دراجون. صناعة المحرك ناخد لفة قبل ما الدراجون يصنع المحرك. لا جامدة، بس فيها الأسرع تقريبا في اللي بتطلع أكتر من 3 بلوكات. والله دي سبويلر دي. أوه شباب، إيه ده يا شباب، إيه ده؟ اطلع الجبل. ماشي، عطلت هنا، غرس كمان، ننزله تاني. فدي هتساعدنا جدا شوية في التنقل. وهنا القرية بتاعت الكرويين الشبيين أهو. عجلتكم وأنا راكب تعالى. هي مش بتلف أصلا، بتلف بالعافية يا شباب. ضربوا بعض، ضربوا بعض. تعالى بقى ناخد لفة كده، ناخد لفة سريعة 360. يلا
360. لا يلا يلا 360 تاني 360 تاني. هيب وصلك في ثانية ان شاء الله. هي بنطيت يعني بتدمج بعدك كمان تقريبا. او ممكن اسرع كده ودوس كنترول سرعت يا شباب. اوكي دراجون صنع السيارة. قلت له وين الدراجون؟ هشوف سيارة الدايموند اسرع. دلوقتي يا شباب قلت دراجون، طبعا دراجون نزل السيارة وراح مكان بعيد. قلت له تعالى الزبون ننزل سباق. دلوقتي هننزل دراجون سباق. سميتها ماشي. دي عربية بتاعت عربية خشب، ودي عربية الدايموند بتاعت الدراجون اللي هي آخر واحدة دي. فهنشوفوا مين لايك يا شباب. يلا بينا على دراجون. نزل سباق نزل. يلا عايز اجرب السيارة. هما نفس السرعة تقريبا. تعال لا زيد وصلت 20. 20. طب تعال إيه. سباق. استنى اجيب سيارة. يلا وين نروح؟ على اخر عند الجبل ده. 3 2 1. بس دقيقة. اوه سيارة اسرع من السيارة دي عشان دايما استغلال يا شباب. ولكن طحيت شو اسمه. انت اسرع مني بكتير. انا بوصل 14 سرعتي 14. سرعتك كام؟ 20. انت اسرع مني كتير. زيز استنى دريفت. استنى درفتي بقى. يلا درف. اوه ايوه الدريفت جامد. ايه ده؟ في بوست بعد ما درفت. بابا ايش طلع؟ انا هسه صار رصاصي. الكفرات بتتحرق. يلا خليه يحترق بعد هسه. اوه وانت دمت. في بوست بعد الدريفت. ده السيارة جامدة الصراحة. عامل بوست. اوه سرعتي توصل 21 البوست. خلاص كده يا شباب. بعد ما صنعنا السيارة انا ودراجون فهنقفل. الى اللقاء يا جماعة. نستودعكم ولايك. خلون لايك. لا حد يخلي لايك. لا حد يسوي اشتراك. لا ما اسمهوش كلام دراجون يا شباب. اسمهوش كلام دراجون. فبس كده يا شباب دي وصلت لنهاية الحلقة انا ودراجون. فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم. فان شاء الله في الحلقات الجاية هنعملوا حاجات جامدة انا والشباب في السيرفر. فبس كده يا شباب انضموا للسيرفر الديسكورد اللي تحت في الوصف. ومع السلامة. مع السلامة. لا حد ينضم. لا حد اسمهوش كلام دراجون سايب. مع السلامة. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?